السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ ويا رب تكونوا بخير. حلقة جديدة من حلقاتنا هنتكلم في الكورة. حلقة النهاردة تبقى حلوة. حلقة النهاردة هيكون فيها كلام كتير جدا جدا جدا. هنتكلم فيها عن الزمالك بشكل عام وعن ماتش كهرباء الإسماعيلية بشكل خاص. هنتكلم فيها عن اللي بيحصل في الزمالك خلال الفترة الأخيرة. بس قبل ما نتكلم متنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناة. في البداية خليني كده أقول لك على حاجة. الزمالك لما بيكسب احنا بنبقى مبسوطين، يعني الحياة بتدينا امل، الحياة بتبقى حلوة. انت فاهم؟ الدنيا بتبقى حلوة، بنشوف الحياة بمنظور تاني خالص. يعني انت فاهمني؟ بنبقى متصالحين مع الحياة. لو في حاجة قريبة احنا بنبقى متصالحين مع الحياة لما الزمالك بيكون كسبان. لما بيخسر الدنيا بتبقى وحشة، يعني ما فيش حد بيتمنى لفريقه ان هو يبقى خسران. يعني انت فاهم؟ طيب، النهارده هنتكلم عن ماتش كهرباء الاسماعيليه، وهنتكلم عن اللي بيحصل في الزمالك خلال الفتره الاخيره، وهنتكلم عن عضو، او هنتكلم عن الشخص اللي كان منع ان الجمهور يسافر ورا الفريق على ماتش زيسكو، وهنتكلم عن هجوم جمهور الزمالك على مجلس الاداره وعلى جون ادوارد وعلى عاصي وعلى كل الناس في الاول او في الاخر. بس قبل ما نتكلم، انا حابب اشكر ناشئين الزمالك بصراحه. يعني ناشئين الزمالك، لو في اي حد يعني ليه فضل على اللي في الزمالك دلوقتي فهم الناشئين، فهم اللعيبه اللي انت ربيتهم في الزمالك، فلما احتجتهم لقيتهم فانتجوا. ولسه على فكره اللعيبه دي صغيره، يعني بنتكلم في 17 18 سنه. فاهمني؟ طيب خلينا نتكلم النهارده في تشكيله الزمالك. وامبارح ماتش كهرباء الاسماعيليه بصراحه من امتع الماتشات اللي شفتها للزمالك الموسم ده، وده لاسباب كتيره جدا. كسبان 5، اللعيبه بتلعب باريحيه، مفيش تنشنه في الملعب، مفيش حد يعني شادد نفسه، مفيش حد كده بيتكلم بعنجه، مفيش اي حاجه. اللعيبه كلها واحده واحده. طيب الزمالك بيبدا في التشكيل كالتالي: محمد صبحي، وعينا عليه علامه استفهام. يعني انا محمد صبحي عندي علامه استفهام عليه. باك يمين محمد ابراهيم، 2 مساكين: السيد اسامه، محمود الونش. باك شمال احمد خضري، محمد اسماعيل، ادم كايد، احمد حمدي، وعدي الدباغ، وناصر منسي، واحمد شريف. طيب تشكيله الزمالك كانت حلوه. يعني انت عندك قصور في بعض المناطق، عندك مشاكل في بعض المراكز اللي في الملعب، فقدرت ان انت تكون فرقه. وجالك بالصدفه محمد اسماعيل. يعني انت لعب محمد اسماعيل في مركز 6 ده جه صدفه، يعني هو مش مترتب له اصلا. هو الراجل مساك، الراجل من اول ما لعب كوره هو مساك، بس انت لقينا محمد اسماعيل فجاه الحق يا جدعان، محمد اسماعيل بيلعب مركز 6، بس هو مش مركزه. فاي مشكله الراجل هيتكلم او اي مشكله هتحصل من محمد اسماعيل هو مش مركزه اصلا. يعني ما نقدرش ان احنا نخش معاه في حته انت ليه يا اسطى بتلعب وحش، او الراجل بيسد خانه. طيب انا هتكلم عن الاجوان اللي الزمالك جابها، وهدي لكل واحد الكريدت بتاعه. اول جون اللي الزمالك جابه محمد اسماعيل، هو الفضل يرجع ليه في الاول او في الاخر. ردة الفعل، يعني ان انت الكرة جايه من الحارس، انت في ثانيه لعبتها لناصر منسي، وهي دي ان اللعيب بيبقى مدرك هو ردة فعله بتبقى اسرع من اللعيب التاني، وده اللي بيفرق. فاول جون الزمالك جابه انا بالنسبه لي محمد اسماعيل هو صاحب الفضل فيه. تاني جون احمد الخضري، يعني برضو الراجل لم ودخل ولعبها لاحمد شريف، احمد شريف شاط جت لعدي الدباغ. فانت اذا عندك لعيبه عندها الرؤيه كويسه جدا، قابله للتطوير. تمام. طيب دي حاجه. الحاجه الثانيه، لما جبنا الجون الثالث انا مش فاكر اول الجون الثالث جه ازاي. يعني الجون الثالث لما ناصر منسي تقريبا غلطه من المدافع، فراح ناصر منسي حطها. تمام. برضو ناصر منسي، انا عايز بس اتكلم عن ناصر منسي عشان ما انساش. ناصر منسي هو مش مهاجم قوي. ناصر منسي مش لعيب سريع. ناصر منسي عنده مشكله كبيره قوي في البدني بتاعه. بس ناصر منسي عنده نقطه هي دي اللي بتميزه: تمركزه جوه ال 18 بس. يعني وقفته وتمركزه في ال 18 هي دي اللي بتنجح ناصر منسي، مفيش اي حاجه تاني. يعني طلع ناصر منسي بره ال 18 هو ملوش اي لازمه. جوه ال 18 الراجل بيعرف يقف صح.
لعيب بيعرف يقف صح. دي ميزه ناصر منسي الوحيده. بيعرف يسرق المدافع، يجي كده يقطع من المدافع القريبه ويقطع على البعيده، وهو الراجل في ال 18 بتاعته، بره ال 18 مش بتاعته. فده بالنسبه لناصر منسي. بالنسبه لعدي الدباغ ده رهاني بقى، يعني عدي الدباغ ده بتاعي، يعني انا راهنت رهان عمري كله على عدي الدباغ ده من اول الموسم، وقلت يا جدعان واتكلمت والحكايه والروايه وقلنا، والناس طلعت انتقدتنا والحمد لله بيبان يوم بعد يوم ان احنا صح، وان عدي الدباغ هو مهاجم الزمالك، وان عدي الدباغ هياخد هداف الدوري. يعني دي معلومه، دي نصيحه يعني، ونتقابل في اخر الدوري ان شاء الله. في نقطه اللي محتاج ان انا اقولها مهمه جدا برضو، احنا ما خدناش الدوري، يعني الزمالك ما خدناش اي بطوله، احنا لسه انت منافس بس ما خدش اي بطوله. بس فرحه جمهور الزمالك امبارح بالفوز بالنتيجه دي وبالاداء ده، وانت موقوف لك قيد عليك 11 او 12 قضيه، مسحوب منك ارض، اللعيبه ما بتاخدش مستحقاتها، برضو دي نقطه مهمه. تمام. عندك غيابات ما لا يقل من 10 ل 14 لعيب من اللعيبه القوام الاساسي مش موجودين، ما بين انذارات واصابات. بتبيع لاعبين كانوا اساسيين عندك، ناصر ماهر ودونجا، وفي كل ده انت مركز تاني. في كل ده انت راكب الناس اللي معاهم مليارات، راكب الناس اللي بياكلوا كافيار وسوشي، والناس اللعيبه اللي بتقعد في اماكن ما بنعرفش عنها حاجه. في كل ده انا بالجمهور بس، انا مش بحد تاني، ما عنديش مجلس اداره، يعني تعالى نتفق احنا ما عندناش مجلس اداره. بكل ده انا بكسب 5 وطالع مركز تاني على الانديه اللي بتصرف مليارات، عشان نبقى متفقين. فاحنا فرحتنا، احنا ما خدناش الدوري، الزمالك ما خدش دوري، الزمالك ما خدش اي بطوله السنه دي، ووارد جدا ان انا ما اخدش اي بطوله السنه دي برضو، عشان نكون متفقين ونصارح نفسنا. بس تخيل انا في عز كل المشاكل اللي بتحصل لي دي انا بنافس. انا راس براس قدامك. ليه؟ عشان انا الزمالك. ليه؟ عشان انا واقف ورا الجون كده، في رجاله واقفه ورا الجون، مش عيال صغيره، في رجاله واقفه، في جمهور الزمالك واقف ورا الجون. فالزمالك بجمهوره، الزمالك مش بحد تاني. عشان بس ما يطلعش ناس يقول لك هي الناس فرحانه ليه، لا احنا فرحانين لاسباب يا حبيب قلبي، احنا فرحانين لاسباب اللي انا ذكرتها دي. ان الاسباب دي لو في اي نادي تاني كان زمانه نزل درجه تانيه، وانديه كتير جماهيريه اختفت، عشان نبقى واضحين بس. فالاسباب دي لو في نادي تاني كان نزل درجه تانيه، او الاسباب دي في نادي من الانديه اللي بتاخد مليارات وبتدفع مليارات. انت يا راجل ده انت في لعيب، بس لعيب اتمرد على الفرقه وما راحش ماتش، الدنيا اتدربكت، والفريق اللي بيلعب فيه شكله وحش جدا في الملعب، الفريق اللي بيلعب فيه شكله وحش جدا من غيره، عشان نكون واضحين بس. فانا بالتالي انا الزمالك، انا بجمهوري فقط لا غير. الزمالك لو ما عندوش جمهور بينافس على الهبوط، زيه زي الاسماعيلي، زي الاتحاد، زي انديه كتيره جماهيريه بتختفي. طيب ايه تاني هنتكلم فيها؟ هنتكلم على بعض الناشئين اللي انا بصراحه عجبني جدا لعبهم. يعني عندك يوسف الفرنسي ده لما نزل، الواد ده حلو، كورته حلوه، دي نقطه. محمد ابراهيم كورته حلوه، خضري كورته حلوه، ابن امير عبد العزيز كورته حلوه جدا. بالمناسبه مهاجم تقيل قوي، يعني لو في يعني حاجه كده من ريحه عماد متعب، ابن امير عبد العزيز، وركزوا معايا يا جدعان، يعني الناس تهتم بيه شويه. تمام. محمد حمد لعيب مزاجنجي، وبحب انا قوي اللعيبه المزاجنجيه المهاريه ديت، اللعيبه دي حته كده زي بيلينجهام وبتاع والناس دي يعني. احنا مش بنشبهه، بس يعني تبقى حاجه كويسه ان انت يبقى عندك لعيب زي ده. الزمالك امبارح كان حدث، امبارح كان لازم تكسب. امبارح انت بترد على كل الناس اللي في اول الموسم او لما على المشاكل اللي حصلت بتقول لك لا ده الزمالك هينافس على الهبوط الموسم ده، والزمالك لا انا ما بنافسش على الهبوط، انا مركز تاني، انا راكبك يا اسطى. الموضوع بسيط اهو، انا راكبك. انا ما خدتش بطوله بس انا راكبك، بكل الازمات اللي عندي دي انا راكبك، بكل المشاكل اللي عندي دي انا راكبك.
تخيل انا ما عنديش مشاكل، انا مش هركبك، انا همحيك همحيك من التاريخ وهمحيك من الذاكره، بس عادي قشطه، احنا اب داون اب داون، ما عندناش مشاكل. تمام. طيب، مجلس اداره الزمالك. مجلس اداره الزمالك امبارح او اول امبارح طلع بيان من الترا سايت نايتس تابعه لنادي الزمالك، وفي كالتالي ان في بعض الشخصيات منعت الجمهور ان هو يسافر لماتش زيسكو يوم الاحد. مجلس اداره الزمالك بالنسبه لجمهور الزمالك هو مش موجود، يعني احنا بنتعامل ان النادي من غير النادي من غير مجلس اداره خلاص. واعتقد اللي اتسمع امبارح من الجمهور لمجلس الاداره والاعضاء مجلس الاداره الموجودين في الاستاد ده كفايه الناس دي تصحى من النوم تقدم استقالتها. بس الناس دي لا مكمله. انتوا مفيش اي افاده. وبالمناسبه بس كل ايقافات القيد اللي على الزمالك ال 11 او 12 قضيه دي السبب فيها هو مجلس الاداره الحالي. مفيش ولا ايقاف قيد من اي مجلس اداره سابق. ولا مش لاك معرفش على مين كل البرتيته دي انتوا اللي جايبينها يا جدعان. انتوا المشكله دي كلها بتاعتكم انتوا مش بتاعت حد. فمجلس اداره الزمالك هو كأن لم يكن، هو بالنسبه لنا مش موجود اصلا، احنا مش بنتعامل مع ان هو موجود. ليه؟ لان الزمالك بجمهوره. الزمالك لو عظم في قفه هو موجود يا باشا، هو بالجمهور يا باشا. خلاص. طيب، الاهلي اتعادل مع البنك الاهلي. الاهلي اتعادل مع البنك الاهلي، والبنك الاهلي كان هيكسب. وده اللي احنا قلناه، ان الاهلي من غير امام عاشور الاهلي فرقه ملط من غير امام عاشور. وش اهو بتفرج على الماتش والشوط الثاني اداء زباله من لعيبه الاهلي، ويا رب يكمل على كده، ويا رب تفضلوا في الاداء اللي زي الزفت ده وما تشوفوش نور ابدا وما تكسبوش اي حاجه ان شاء الله باذن الله. لان انا في اول الموسم مع الصفقات اللي انتوا جبتوها و كل الناس اهلاوي، تيجي تسال اي واحد صاحبك اهلاوي يقول لك انتوا النادي اللي هياخد مننا بونت ده يعمل فرح. يا اسطى انت بتتلطش من طوب الارض يا اسطى. يا اسطى انت مركز رابع انت مركز رابع، انت بتتلطش من طوب الارض. انت اي فرقه بتقابلك بتلطشك. انت فاهم انت فين يعني؟ الايه الحاجه اللي انت كنت حاططها لنفسك والعنطزه اللي انتوا كنتوا حاطينها لنفسكم اول الموسم، دلوقتي انزلوا على الارض بقى، اقفوا على الارض شويه، يعني انزلوا كده من فوق، خليكوا على الارض شويه بقى، عشان انتوا فرقه ملط. يعني انتوا من غير الواد امام ملط والله مالكوش اي شيء في الملعب. اتكلمنا كده عن الزمالك واتكلمنا عن الاهلي. ان شاء الله الزمالك عنده ماتش زيسكو يونايتد يوم الاحد، يعني نحاول نعمل نتيجه ايجابيه باذن الله. وعندنا بقى ماتشات الدوري، هنرجع على ماتشات بقى سموحه وبتاع، ونتكلم بقى عن ماتش سموحه ان شاء الله الماتش الجاي. بس ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناه عشان احنا نكمل. شكرا جدا ليكم، كان معاكم عبد الرحمن، سلام.